من اول ما بدات صناعه المحتوى على القناه هنا وانا مهتم بالجوده، وتاني اهم عنصر بالنسبه لي بيمثل الجوده هو الصوت بعد المحتوى طبعا، لان لو الصوت مش كويس انت مش هتكمل الفيديو ومش هتكون مستمتع وانت بتسمع الفيديو، لان الصوت بالنسبه لي اهم كمان من الصوره، بدليل ان في محتوى صوتي بس لحد دلوقتي لسه موجود زي الراديو وزي البودكاست، لكن لو الصوت مش كويس مش هتكمل اي فيديو حتى لو الصوره بتاعته احسن ما يمكن. عشان كده كنت مهتم دايما بالمايكات وجوده المايكات في القناه هنا، وجربنا مايكات من شركات كتير، بس النهارده حابب اتكلم عن مايك مختلف تماما، المايك اللي هتلاقيه مع كتير جدا من صناع المحتوى، وهو المايك الكي 680 واللي شركه فايفاين مشكوره بعتته لي عشان نجربه واقول رايي فيه بمنتهى الامان. فبدون بقى مقدمات كتير يلا بينا نبدا الفيديو على طول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا هلا والله، يا رب تكونوا كويسين. ومعاكم عمر شاهين. قبل ما نبدا ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد، مشروبكم اللذيذ، ويلا بينا بقى نتكلم في التفاصيل. المايك الكي 680 اللي عامل ضجه بين صناع المحتوى عشان ده من احسن مايكات الديناميك القيمه مقابل سعر اللي هتلاقيهم في السوق ان لم يكن الاحسن. خلينا بقى اول حاجه نبدا بيها وهي الانبوكسنج، وبعد كده نجرب صوت المايك مع بعض. خلينا بقى ندخل المايك بتاعنا معانا كده النهارده، ما تقلقش انا هعمل لك برده تجربه الانبوكسنج كل حاجه، ولكن انا عايزك تسمع الصوت بتاعه طول الفيديو، وممكن ابدل بينه وبين المايك الام 2 اس اللي انت شايفه هنا عشان برضو اوضح لك الفرق ما بينهم. بس قبل ما نخش في التفاصيل دي كلها خليني اساعدك، عادتنا انتوا عارفين ان انتوا صحابي وانا بحب ابسط لكم المواضيع. خليني اعرفك ازاي تحكم على اي مايك وتقدر تصنف اي مايك عشان تختار النوع اللي انت عايزه. يوم ما بتفكر تشتري مايك لازم تصنفه من 4 تصنيفات، او عن نفسي انا بحب احط ال4 تصنيفات دول. خليني اقولهم لك وافصصهم لك واحده واحده. اول تصنيف من ال4 تصنيفات اللي انا بقول لك عليهم عشان اعرف اصنف المايك بتاعي مظبوط هو آلية العمل. ثاني تصنيف هو نمط التقاط الصوت. ثالث تصنيف هو الشكل والاستخدام. اما التصنيف الرابع والاخير هو نوعيه التوصيل او كيفيه التوصيل بتاعته. تعال بقى نتكلم في واحده واحده عشان افهمك، لان زي ما قلت لك انا بحبك تكون فاهم مش بتتفرج وخلاص. اول نوع آلية العمل. احنا عندنا نوعين رئيسيين جدا في المايكات، مش هتلاقي ثالث ليهم، يا اما المايك يكون دايناميك يا اما المايك يكون كوندنسر. ايه يا عم يعني ايه دايناميك ويعني ايه كوندنسر؟ خليني اوضح لك الفرق بين الدايناميك والكوندنسر. المايك الدايناميك يكون متين وحساسيه الصوت فيه بتكون اقل شويه ومش محتاج باور عشان يشتغل، ده كده بالنسبه للمميزات. اما المايك الكوندنسر بيكون حساس للصوت، حساس جدا وبيسجل تفاصيل دقيقه وبيحتاج باور عشان يشتغل. طيب عيوب المايك الدايناميك ايه بقى؟ ان هو مش بيسجل التفاصيل الدقيقه. طيب وعيوب المايك الكوندنسر ان هو بيحتاج باور عشان يشتغل وبيسجل كل التفاصيل، فاكيد بياخد نويز معاه او صوت ضوضاء من البيئه المحيطه. طيب ده بيستخدم في ايه وده بيستخدم في ايه؟ هتلاحظ ان المايكات الدايناميك هي اللي بتستخدم مثلا في الحفلات، او المطرب بيغني بيبقى معاه ماسك مايك دايناميك. ان المايك الدايناميك زي ما احنا قلنا حساسيته مش عاليه قوي، بيختار الصوت او بيلقط الصوت القريب منه، اما الاصوات البعيده زي اصوات الجمهور ما بيلقطهاش. بتقدر بقى تستخدمه في البودكاست او في الحفلات او في الكلام ده كله. اما المايك الكوندنسر بيستخدم جوه الاستوديوهات المخصصه المعزوله عشان يقدر يلقط اكبر قدر ممكن من تفاصيل الكلم او الشخص اللي بيتكلم وراه، زي الدوبلاج والغنى والكلام ده كله. كده انت عرفت الفرق من حيث آلية العمل، المايك الدايناميك بيعمل ايه والكوندنسر بيعمل ايه. نيجي بقى للآلية الثانيه وهي نمط التقاط الصوت، واحنا عندنا 4 انماط. اول نمط هو الاومني دايركشن. يعني ايه اومني دايركشن؟ يعني بيلقط الصوت من جميع الاتجاهات، فمش فارقه بقى انت موجه الكبسوله ليك او مش موجهها ليك. خلينا نحاول على المايك الثاني اللي هو الام 2 اس عشان افهمك الوضع. دي كده الكبسوله بتاعت المايك، فلو انا اتكلمت في الكبسوله كده عادي، ولو انا اتكلمت ورا الكبسوله كده عادي، لو انا اتكلمت كده عادي، ولو انا اتكلمت كده عادي، ولو انا اتكلمت كده عادي، من اي اتجاه من المايك عادي، لان هو بيلقط الصوت من جميع الاتجاهات. نيجي بقى للنمط الثاني وهو الكاردويد. الكاردويد ده يعني بيسجل من الامام وشويه صغيرين قوي من الجنب، زي المايك اللي معانا النهارده ده الكي 680. خلينا اجرب معاكم يعني ايه كاردويد. كاردويد يعني بيلقط الصوت من هنا بس، فخلينا نعمل تجربه كده. فلو انا بتكلم من هنا كده بدات ادور المايك، هتلاقي ان الصوت بتاعي ابتدى يقل. لو دورنا المايك كده 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 لحد ما يجي ان هو مستقيم ليكم انتوا بعيد عننا، هيبدا الصوت بتاعه ما يلتقطش او هيبدا الصوت بتاعه مش احسن حاجه، مش تبقى سامعني كويس. اما لو عملنا رجعناه تاني كده هتبدا تسمع الصوت بتاعي احسن بكتير من الاول هتلاقي الصوت بتاعي كان بعيد وضايع ومكتوم، دلوقتي هتسمع الصوت بتاعي طبيعي. فده كده بالنسبه لنمط التقاط الصوت كاردويد. فده كويس جدا ليه؟ عشان اي حاجه وراه ضوضاء مثلا، لو في حد بيتكلم ورا او اي حاجه ما يلقطهاش، يركز على صوتي انا بس. ولو في اي دوشه ناحيتي او احيادي برده ما يلقطهاش، او حتى لو طلعت تبقى بنسبه صغيره قوي تقدر تعالجها في المونتاج. في بقى النمط الثالث السوبر او الهايبر كاردويد، وده زي النمط اللي قبله بالظبط، ولكن الحساسيه بتاعته بتكون اعلى وبياخد من الجهتين كمان معاه شويه، بياخد برده من ورا من الناحيه الثانيه بس بنسبه قليله. اخر حاجه بقى الباي دايركشنال، ده بيبقى مايك بيلقط من الجهتين بس، اللي قدام واللي ورا، ده عشان لو انا عامل مثلا انترفيو مش معايا الا مايك واحد اللي هو الباي دايركشنال ده، بقدر احطه في النص ويلقط الصوت بتاعي وبتاع. فكده انت عرفت ال4 انماط بالتفصيل. ثالث آلية هي الشكل والاستخدام. يعني ايه الشكل والاستخدام؟ احنا عندنا مايكات لافالير. ايه المايكات اللافالير؟ اللي هي بتتعلق فيه، زي المايك اللي انا لابسه ده الام 2 اس، او اي مايك بيتعلق بمشبك
بسكينه او بمغناطيس او اي حاجه. تاني نوع الشوت جان، وهو من اسمه شوت جان يعني بندقيه، هو بيتعلق بعيد عند الكاميرا او بيتعلق فوق او وبيلقط الصوت من بعيد بس في اتجاه واحد اللي هو الاتجاه اللي باصص له، زي المسدس بالظبط او زي البندقيه برضه. ثالث نوع الهاند هيلد اللي بتمسكه في ايدك كده، ده كده نوع برضه مع احنا بنتكلم من حيث الشكل والاستخدام، فالنوع الهاند هيلد ده يعتبر نوع برضه لوحده. اخر نوع المايك الستاندي اللي هو بيتحط على الستاند زي اللي انتم شايفينه قدامي ده كده، ده كده بيتحط على ستاند او ممكن تحطه على اي حامل او على اي حاجه، انت ممكن برضه تمسكه في ايدك عادي جدا، ولكن هو يعتبر الاستخدام الاساسي ليه على ستاند. اخر آلية هي نوع التوصيل، واحنا عندنا 4 طرق للتوصيل. اول حاجه والاشهر والاحسن هي الاكس ال ار اللي هو اللي انت شايفه قدامك ده هنا كده وانا مش موصل، ده احسن توصيل. ولكن الاكس ال ار بيحتاج معاه كارت صوت خارجي، لازم تبقى شاري معاه حاجه ثانيه زي اوديو انترفيس او كارت صوت خارجي عشان تقدر تسجل عليه وتقدر توصله بجهاز التسجيل بتاعك. ثاني نوع هو اليو اس بي زي اللي انت شايفه النهارده معانا ده. اليو اس بي انت بتوصله بالمايك وبتوصله بجهاز التسجيل سواء كان كمبيوتر او موبايل وتبدا تسجل على طول. ثالث نوع الاي يو اكس، الاي يو اكس اللي هي الوصله الصغيره 3.5 مللي، في مايكات كتيره جدا ومشهوره بتتوصل بال 3.5 مللي، بتوصلها على طول بالتليفون وتبدا تسجل او بالكمبيوتر وتبدا تسجل. اخر نوع بقى هو الوايرلس زي المايك الام 2 اس، يبقى عباره عن ترانسميتر وريسيفر، بتوصل الريسيفر بجهاز التسجيل وبتبدا تسجل على طول. كده خلاص انا عرفتك الاربع انواع اللي تصنف عليهم اي مايك، فلما يتحط المايك قدامك كده بتبدا تطلع الاربع انواع وتعلم على التصنيف بتاعه من الاربعه عشان تبدا تشوف انت محتاج ايه بالظبط، او تعكس انت بتبدا تحط الاربع تصنيفات قدامك وتشوف احتياجك اللي انت عايز ليه المايك وتبدا تعلم عليه لحد ما توصل لمايك فيه الاربع حاجات اللي انت محتاجها. تعالى بقى دلوقتي نبدا نعمل انبوكسنج للمايك الكي 682 ونقارن بينه وبين المايك الام 2 اس اللي انا لابسه ده. اول ما بتبص على العلبه من بره هتلاقي مرسوم عليها المايك وهتلاقي مكتوب عليه اسم الشركه فايفاين ونوع المايك الكي 682 وان هو دايناميك مايكروفون وان هو اكس ال ار ويو اس بي، يعني بيتوصل التوصيلتين مع بعض، ودي ميزه رهيبه جدا ما بتلاقيهاش في مايكات كتير ان هو بيتوصل اكس ال ار ويو اس بي برضه. لو قلبت العلبه الناحيه الثانيه هتلاقي المصنع وهتلاقي الفيتشرز وهتلاقي اللي بيجي لك في البوكس. خلينا مع بعض نعمل انبوكسنج ونعرف ايه اللي بيجي في البوكس واحده بواحده. اول حاجه هتقابلها في البوكس هي كتاب التعليمات اللي محدش بيقراه ولكن هو مهم جدا عشان بيقول لك الاعدادات على الويندوز واجهزه التسجيل. تاني حاجه هنقابلها هي المايك نفسه اللي هنتكلم عليه بعد شويه. ثالث حاجه هتقابلها هي كابل ممتاز جدا طوله تقريبا 2 متر وبيجي بناحيه يو اس بي تايب سي والناحيه الثانيه يو اس بي تايب اي عادي، وفيها كونفرتر موجود فيها ان انت تقدر تحولها ليو اس بي تايب سي، يعني الكونفرتر الموجود ده تقدر توصل يو اس بي تايب سي وتقدر توصل يو اس بي تايب اي. بيجي معاها كمان وصله معدنيه عشان تقدر تناسب اي حامل هتقدر تحطها عليه، ودي كده كل المحتويات اللي بتيجي في العلبه بتاعتك. خليني بقى دلوقتي اكلمك عن المايك نفسه. المايك بيجي من خامات كلها معدنيه ما عدا القطعه بس بتاعه التوصيل على الحامل دي بتيجي من بلاستيك، بس البلاستيك بتاعها قوي جدا وممتاز يعني مش رخيص. والمايك بيجي معاه تشوك ماونت اللي هو مانع اهتزازات، عشان لو انا عملت كده على المكتب او بتكلم في الكيبورد او بكتب على الكيبورد او بعمل اي حاجه او بلعب وبعمل على الماوس والكيبورد فصوت الاهتزازات ما يوصلش للمايك، ده بيمتصها، ده الشوك ماونت. وبرده الكبسوله بتاعته ممتازه جدا، بيجي معاه البوب فلتر ده، يعني لو احنا شلنا كده دي الكبسوله بتاعته وده البوب فلتر بتاعه بيتحط عليه كده عشان يحمي اي صوت رياح او صوت النفس بتاعك. تعالى بقى نشوف اسرار التحكم اللي موجوده في المايك والمداخل والمخارج. اول حاجه هتلاحظها ان موجود عندك ورا مخرج يو اس بي ومخرج اكس ال ار، والمبتدئين اليو اس بي ده خيار سهل جدا، ليه ما بتقعدش تصدع دماغك بقى ولا اوديو انترفيس ولا الكلام ده كله، ولا كمان محتاج تكلف تكلفه اضافيه، انت بتوصل اليو اس بي هنا واليو اس بي في جهاز التسجيل وبتبدا تسجل على طول، وكمان عندك تحكمات ثانيه. اما الاكس ال ار برده موجود عندك عشان بعد كده لو حبيت تفهم اكتر في المايكات وتعمل ابجريد وتجيب كارت صوت يبقى برده المايك ده شغال معاك بشكل احترافي. طب ايه بقى المخارج والمداخل الثانيه اللي موجوده عندك؟ موجوده عندك برده مدخل لسماعه عشان تعمل الحركه اللي انا هعملها دي دلوقتي، او تعمل كده وتروح جاي موصل السماعه بالشكل ده، ودلوقتي انا سامع الصوت بتاعي. فانت لو جبت 2 من المايك ده وحابب تعمل بودكاست يقدر كل متحدث او كل سبيكر يسمع الصوت بتاعه مباشره من المايك بالمنظر اللي انا عامله ده. انت كده دلوقتي عارف المايك شغال ولا مش شغال، ولو عملت له ميوت اقدر اسمع هو ميوت ولا مش ميوت، ولو في مشكله برده هقدر اسمع ان هو متوصل ولا مش متوصل ولا الكلام ده كله. فدلوقتي وبعد ما وصلت السماعات انا سامع الصوت بتاعي مباشره، فلو المايك فيه مشكله او صوتي عالي او صوت ضوضاء عالي هقدر اسمعها في السماعه دي واقدر اتابع المايك واحده بواحده. دي نقطه مهمه وميزه تحسب للمايك. طيب هتلاقي عندك بقى ورا بقرتين، بقره لمستوى الجين، يعني ايه يا عم عمر جين؟ يعني مستوى حساسيه المايك للصوت. لو انت حاسس ان صوتك عالي قوي في المايك ممكن توطي البقره شويه، لو حاسس ان صوتك واطي ممكن تعلي البقره شويه. طيب البقره الثانيه عشان صوتك انت في السماعه، لو حاسس ان الصوت بتاعك في السماعه مش عالي قوي ممكن تعلي شويه السماعه، لو حاسس ان هو عالي ومصدعك زياده ممكن تقلل السماعه. خليني بقى اتكلم معاكم بمنتهى الصراحه والامانه، كون ان الزرارين دول او ان البقرتين دول موجودين ورا هي ميزه وعيب في نفس الوقت. الميزه ان هم مش على جسم المايك نفسه، اما العيب بتاعهم ان انت محتاج كل شويه تحفظ اماكنهم، او لو انت محتاج تغير كل شويه في حاجه في وسط التسجيل ان انت هتقعد كل شويه عايز تبص او عايز تشوف اماكنهم فين، طب اللي فوق دي انهي واللي تحت انهي. هي مرسوم عليهم على فكره بالمناسبه علامه المايك وعلامه السماعه عشان تبقى عارف توضح الفرق ما بينهم، لكن كل شويه انت هتبقى محتاج تروح وتبص. اي نعم ان ممكن عمليه التظبيط دي تظبطها قبل التصوير مره واحده وما تقعدش تلعب فيها، بس انا بتكلم لو بالغلط مثلا او حصل حاجه وانت محتاج تعدل عليه، دي بالنسبه لي محتاجين تتظبط شويه او محتاجه تتظبط شويه، كنت افضل انها تتحط فوق مثلا بحيث ان انا ابقى شايف. طيب نيجي للحاجه الثانيه، المايك
فيه زرار ميوت والزرار ده تاتش. طب اشمعنى تاتش؟ تاتش ده عشان في المايكات اللي فيها زرار الميوت زرار لما بتيجي تعمل ميوت صوت الكليكه بتاعت الزرار بتبان في المايك نفسه. اما دلوقتي خليني اعمل ميوت كده معاكم وكده عملت انميوت بالتاتش. هي برضو فيها عيب خطير وده حصل معايا وانا بسجل برضو، ان انا لو جيت اعدل المايك من المايك نفسه ممكن ادوس على زرار التاتش بالغلط، لكن لو انت مركب السماعه هتعرف وتلقط. وكمان زرار التاتش بينور اخضر لو هو الصوت شغال وبينور احمر لو الصوت مط. فيستحسن ان انت تحاول تخلي الزرار بتاع التاتش ظاهر قدامك، فان انت تعمله ان انت ترفع المايك شويه عشان تكون شايف الزرار، او ان انت تخلي المايك بالشكل ده او باي شكل ظاهر قدامك، او ان انت تكون سامعه على السماعه. عندك اختيارات كتير زي ما احنا قلنا ان المايك ده دايناميك بيتوصل اكس ال ار يو اس بي. دي كده تصنيفين. التصنيف الثالث ان هو بيتحط على ستاند. اخر تصنيف ان هو كاردويد نمط التقاط الصوت من قدام. فدلوقتي انا مشغل التكييف جنبي على الشمال هنا هتسمع صوت صغير منه. فخلينا بقى نحاول على الام 2 اس كده عشان اوريك الفرق. المايك ده من النوع الاومني دايركشن، يعني هتلاقيه صلاحه صوت التكييف. اي نعم هو في ميزه عزل الضوضاء، ولكن برضه حتى بعزل الضوضاء هتلاقيك سامع شويه من صوت التكييف. ولو انا شلت عزل الضوضاء كده تخيل بقى الصوت اللي انت سامعه دلوقتي من التكييف والبيئه المحيطه والنويز المحيط. طيب المايك ده احسن من ده في ايه؟ ان ده المايك ده انت معلقه هنا وتقدر تقوم دلوقتي تتحرك بيه. اما المايك اللي قدامي ده على الستاند انا ما اقدرش اقوم اتحرك بيه. فانا زي ما بقول لك لازم تصنف المايك على حسب استخدامك انت. المايك ده حلو وكويس جدا والاحسن في فئته لحاجه معينه واستخدام معين، والمايك ده حلو وكويس جدا والاحسن في فئته لاستخدام لحاجه معينه ثانيه. فانا دلوقتي حابب اصور بره، حابب اقوم اتحرك، ويبقى المايك ده المناسب ليا. اما لو انا قاعد في استوديو وعلى حاجه ثابته ومكان ثابت زي ما انا قاعد كده وبصور، فهيبقى المايك ده احسن بكتير، لانه زي ما بقول هيعزل الضوضاء بتاعتك وهيبقى التفاصيل بتاعتك في الصوت هتبقى احسن واكتر كتير. فزي ما بقول لك لازم انت تقعد تدرس موقفك وتحط الاربع تصنيفات بتوعك عشان تقدر تختار المايك. زي ما بقول لك انا حرص في الاول وفي الاخر عليه. اي نعم فايفاين اللي مدياني المايك ده، ولكن هم مديني الحريه ان انا اقول كل العيوب والتفاصيل بتاعتي خالص. زي برضو ما كتير عارفين ان انا بشتغل برضو مع هوليلاند اللي مدياني المايك الام 2 اس ده. حاجه كمان المايك ما بيجيش مع ستاند، الستاند ده من عندي، ولكن انت ممكن تقدر تشتري معاه ستاند رخيص مش هيقول لا يعني، وهيتركب معاك لان هو بيجي مع الوصله اللي بتخليه مناسب لجميع انواع الستاندات. الصوت اللي انت سامعه في الفيديو كان بالمايكين الفايفاين والام 2 اس، واكيد انا كتبت لك في كل الفيديو ده كان صوت الفايفاين ولا صوت الام 2 اس. والصوت اللي انتوا سمعتوه ده خام رو زي ما هو طالع من المايك بدون اي تعديلات عشان يكون الحكم واضح وصريح. فعايزكم بقى تنزلوا لي تكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم في صوت المايك ده. سعر المايك واللينكات بتاعت الشراء هتلاقيني سايبهم لك في وصف الفيديو وسايبهم لك في اول كومنت برضه عشان تنزل تشوف السعر بتاعه بنفسك، اللي هو حرفيا تقريبا ارخص من كيس كلبز. وانا بقول لك ارخص من كيس كلبز قصدي نسبيا بالنسبه لاسعار المايكات اللي احنا بنسمع عنها. اما بقى لو عايز مايك وايرلس ويكون على الرايق جدا، ففي الفيديو ده كلمتك عن اللارك ام 2 اس اللي انا لابسه ده بالتفصيل. ما تنساش ان انت تروح تشوف. لو وصلت لهنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تكون معانا في الفيديوهات الجديده اول باول. هستناكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.